السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غنتكلموا على واحد من أخطر الملفات اللي كيعني كل مغربي بلا استثناء، من الموظف البسيط حتى المتقاعد الكبير. موضوع كيهم ملايين المغاربة: التقاعد. الملف اللي كيدخل فيه العرق، العمر والصبر ديال سنين طويلة من الخدمة والعطاء، ولكن في النهاية كيتحول لحلم مقصور عند بزاف ديال الناس. القصة ديال التقاعد في المغرب مؤلمة ومليئة بالتناقضات. الناس اللي خدموا 30 و 40 سنة كيخرجوا في الاخر بمعاش هزيل، معاش ما كيسدش في الحاجيات البسيطة ديال الحياة اليومية. تخيل معايا واحد السيد خدم عمره كامل في الوظيفة العمومية، كان كيقوم بالواجب ديالو على أكمل وجه، وكان كيتصور أنه منين يوصل سن التقاعد غيعيش في هدوء وكرامة. ولكن الواقع صادم، كيلقى راسو أمام مبلغ شهري لا يكفي حتى لتغطية الكراء أو فاتورة الأدوية، خصوصا وأن المصاريف كترتفع مع التقدم في السن. هذا الوضع ماشي جديد وماشي وليد اللحظة. وزير منتدب مكلف بالميزانية خرج بتصريف صريح وقالها بالحرف: ما كاين حتى مغربي راضي على التقاعد ديالو. هاد الجملة قوية وكتعني بزاف، راه اعتراف رسمي بأن الوضع الحالي ديال المتقاعدين كارثي، وأن الدولة نفسها عارفة بالحجم ديال المشكل. هاد التصريح جا في السياق ديال مناقشة قانون المالية لسنة 2026، وكان بمثابة إشارة قوية بأن الحكومة واعية بأن النظام الحالي ما بقاش صالح، وأن الإصلاح ضروري ومستعجل. لكن باش نفهموا الصورة كاملة خاصنا نرجعوا للأساس. علاش وصلنا لهنا؟ المشكل الكبير كيرجع للتدبير. صناديق التقاعد في المغرب كانت كتحصل أموال ضخمة من الموظفين والمشغلين، ولكن في المقابل كانت كتستثمرها بطرق ضعيفة، أرباحها شبه رمزية. والأسوأ من هذا أن الدولة كانت كتستعمل هذه الأموال بدون مقابل فعلي، وكأنها خزانة احتياطية. مع مرور السنوات التوازن بين الناس اللي كيساهموا والناس اللي كيتقاضوا المعاش بدا كيتخرب، عدد المتقاعدين كيزيد وعدد المساهمين كينقص، وهنا بدات الأزمة كتفاقم. اليوم الحكومة كتهضر على إصلاح شامل النظام التقاعدي، واللي الهدف منه هو تحقيق العدالة والاستدامة. هذا الإصلاح ما يكونش مجرد تعديل في القوانين أو رفع بسيط في المساهمات، ولكن كيتعلق بتوحيد الأنظمة المختلفة بحال النظام المدني والعسكري والنظام ديال القطاع الخاص والعمومي، باش يكون عندنا نظام واحد عادل للجميع. هاد النقطة ديال العدالة بالضبط كتشكل محور نقاش كبير بين المغاربة. واش معقول موظف مدني خدم 35 عام يتقاضى معاش أقل بكثير من عسكري خدم نفس المدة؟ واش العدالة الاجتماعية غادي تكون جزء فعلي من الإصلاح ولا غتبقى مجرد شعار سياسي؟ كذلك كاين تحدي آخر خطير، هو التضخم وارتفاع الأسعار. اليوم المعاش اللي كان كيساوي مثلا 5000 درهم قبل 10 سنين ما بقاش عنده نفس القيمة. الأسعار طلعت، الأدوية زادت، المعيشة ولات غالية، والمعاش بقى هو. النتيجة القدرة الشرائية ديال المتقاعدين كتنقص سنة بعد سنة. وهنا السؤال اللي كيتطرح: واش فعلا ممكن تعيش بكرامة بمعاش 3000 و 4000 درهم في مدن بحال الرباط أو الدار البيضاء؟ كيفاش غتقدر تخلص الكراء، الماء، الضوء، الماكلة والدواء؟ الجواب واضح: مستحيل. كاين كذلك مشكل آخر ما كيتكلموش عليه بزاف، هو سنوات الخدمة وطريقة احتسابها. بزاف ديال المتقاعدين كيشوفوا أن النظام الحالي ما منصفش، خصوصا بين فئات مختلفة. كاين اللي كيتحسب ليه كل عام خدمة، وكاين اللي كيتحيدوا ليه شهور أو سنوات بسبب غياب معايير موحدة. الوزارة قالت أن الإصلاح الجاي غادي يركز على هذه النقاط، وأن الهدف هو خلق توازن مالي واجتماعي يضمن كرامة المتقاعد وفي نفس الوقت يحافظ على استدامة الصناديق. لكن السؤال اللي باقي مطروح: واش فعلا الإصلاح غادي يكون في صالح المواطن، ولا غيكون فقط إجراء محاسبي يحافظ على أموال الصناديق ويزيد الأعباء على الناس؟ بعض الخبراء كيقولوا أن الحل الحقيقي ماشي في زيادة الاقتطاعات، ولكن في خلق فرص شغل جديدة. كل ما كتر عدد الناس اللي كيخدموا، كل ما تزادت المساهمات، وكل ما تزاد التوازن المالي للصناديق. وفي النهاية خصنا نقولوها بصراحة: المشكل ديال التقاعد ماشي رقم في قانون المالية، هو مشكل اجتماعي وإنساني قبل كل شيء. المتقاعد المغربي ما كيبغيش يعيش بالطرف، كيبغي يعيش بكرامة فقط. كيبغي يحس أن البلاد اللي خدمها سنين طويلة ما نساتوش. المطلوب اليوم هو إصلاح حقيقي ماشي ترقيع، إصلاح كيحط الإنسان في المركز وكيخلي المتقاعد يعيش حياة مستقرة بلا خوف من المرض، بلا قلق من الغلا، وبلا إحساس بالظلم. واش غادي نشوفوا هاد التغيير قريبا؟
الجواب كيبقى مرتبط بالإرادة السياسية وبالقدرة ديال الدولة على مواجهة الحقيقة بشجاعة. الملف مفتوح والمغاربة كيتسناو. وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق التوفير. لكن هنا كيبدا السؤال الصعيب، كيفاش كيتصرف الصندوق في أموال التقاعد؟ الجواب، ما كيبقاش داك المال نائم في الخزينة، بل كيتضخ في مشاريع استثمارية ضخمة: العقار، البنية التحتية، الأبناك، الطاقة، الاتصالات والسياحة. يعني ببساطة أموال المتقاعدين كتحرك عجلة الاقتصاد المغربي. لكن المشكل ماشي في الاستثمار نفسه، بل في نوعية الاستثمارات ومردوديتها وشفافيتها. تقارير رسمية كتشير أن جزء كبير من هذه الأموال مشى لمشاريع عقارية وسياحية ما جابتش الأرباح المنتظرة، وبعدها تحول إلى عبء مالي. وهنا كيتطرح السؤال الحقيقي: هل الهدف هو حماية المتقاعدين وضمان معاشاتهم، ولا تمويل مشاريع الدولة وسد العجز المالي؟ الواقع كيبين أن الخط الفاصل بين الهدفين ولا ضبابي بزاف. صندوق الإيداع والتدبير رغم أنه مؤسسة عمومية كيتصرف أحيانا وكأنه الذراع المالي للحكومة. وأما عن الشفافية، فالقانون كيعطي الصندوق استقلالية كبيرة في التسيير، وما كيلزموش يكشف التفاصيل الدقيقة لكل مشروع أو العائدات المالية. كاين تقارير سنوية عامة، ولكن ما كتعطيش الصورة الكاملة. والمواطن المغربي عنده الحق يسول: فين مشات فلوسي؟ شنو الأرباح اللي تحققت؟ وشكون كيراقب فعلا هذا الصندوق الضخم اللي كيتحكم في أموال التقاعد ديال ملايين المغاربة؟ بعض المحللين كيشوفوا أن الدولة فعلا استفدت من هذه الأموال باش تمول مشاريع البنية التحتية وتغطي بعض العجز. وهذا الشيء في الظاهر إيجابي لأنه كيساهم في تنمية البلاد. لكن في العمق كاين اللي كيشوف أن أموال التقاعد ماشي أموال عمومية، بل مدخرات شخصية للموظفين، وخصها تبقى في استثمارات آمنة ومضمونة. تقارير المجلس الأعلى للحسابات تقلمات على ضعف المردودية وغياب تقييم واضح لبعض المشاريع، وهذا الشيء أمر مقلق جدا، لأن أي خسائر في هذا الصندوق تعني ببساطة خطر على مستقبل المتقاعدين وعلى معاشاتهم. تخيل معايا متقاعد خدم 40 عام من عمره كيكتشف في الأخير أن فلوس تقاعده تم توجيهها لمشاريع فاشلة وما بقاتش كافية باش تضمن ليه حياة كريمة بعد التقاعد. مشهد كيحزن وكيخلي أي واحد منا يسول: شكون فعلا كيسهر على هذا الصندوق الضخم اللي كيتحكم في أموال التقاعد ديال ملايين المغاربة؟ وللإنصاف، صندوق الإيداع والتدبير ما يمكنش نقول عليه مؤسسة فاسدة بالضرورة. هو هيكل مالي ضخم ومعقد، فيه نقاط قوة كتيرة، ساهم في مشاريع كبرى، خلق فرص شغل، مول السكن الاجتماعي ودعم الاستثمار في مجالات حيوية. لكن المشكل